أفضل 10 مسلسلات تركية اتكلمت عن الزواج الإجباري وبعد كده الجواز ده اتحول لحب. تالت مسلسل حب أبيض وأسود. المسلسل ده بيتكلم عن طبيبة اسمها أصلي وكانت عايشة مع أخوها الشرطي، وفي شخص اسمه فرحات، والشخص ده كان شغال مع خاله نامق في أعمال غير قانونية. وفي يوم من الأيام بيتسرق الجهاز أو اللابتوب بتاع نامق ده، والشخص اللي بيسرقه فرحات لما بيطارده بقى بيتضرب بالنار. فالشخص ده بياخدوه وبيروحوا على المزرعة بتاعتهم او البيت بتاعهم، وبعد كده بيجيبوا اصل دي علشان تعالجه، علشان يقدر ان هو يقول لهم فين مكان الجهاز اللي فيه الاسرار بتاعتهم. وبعد كده اصل دي بتتفاجئ ان نامق موجود في البيت ده، وان مدير المستشفى اللي هي شغالة فيه هو اصلا شغال في اعمال غير قانونية. فنامق ده بيبدأ ان هو يطلب من فرحات انه يقتل اصلي، لكن عشان ما يقتلهاش بيبدأ بقى ان هو يقول لخاله نامق ان هما الاتنين هيتجوزوا، وبالتالي لما تكون من داخل العيلة مش هتفشي الاسرار بتاعتها. وبعد كده بيتجوزوا هما الاتنين بالغصب، وبتتحول قصتهم لقصة لحد دلوقتي الناس بتتكلم عن حبهم. والثنائي ده من اقوى الثنائيات اللي حصلت على مدار المسلسلات التركية كلها.